بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة عملاء مول القدس الكرام، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة احنا جايبين لكم طقم السافلون ال 12. عندنا من السافلون ده يا جماعة الجرانيت والتيتانيوم، وزي ما هنشرح لكم دلوقتي كيفية الاستفادة وكيفية التعامل مع طقم الجرانيت السافلون أو التيتانيوم، هنبين لكم إن شاء الله بإذن الله التكوين بتاع الطقم، وهنبين لكم كيفية الاستعمال والاستخدام بتاع الطقم. طيب احنا النهارده الطقم بتاعنا مكون من 12 قطعه، 12 قطعه عباره عن 4 مقاسات مختلفه في الحلل. عندنا الحله الكبيره زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل دوت، وليها يدات برشام. ده السافلون يا جماعه ما يميزه ان هو يعتبر من اعلى طبقات التيتانيوم او الجرانيت، سواء تيتانيوم او جرانيت هو يعتبر من اعلى الطبقات على مستوى الاواني المنزليه او اواني الطهي عموما. عندنا 4 مقاسات من الحله بتاعتنا، عندنا دبل جريل وممكن برضو تفك الدبل جريل ده وتشغلي كل ناحيه لوحدها. عندنا الطاجن بتاع الفرن زي ما حضرتك شايفه كده، واللي بيميز السافلون يا جماعه عدد التوزيع الحراري اللي فيه دي حاجه برضو ما بتلاقيهاش غير في الشركات الكويسه. طيب عندنا الوok حاجه محترمه جدا، يد ستيل شغل برشام في الوok. عندنا برضو المقلايه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بالمناسبه ده الطقم المربع، ده طقم السافلون المربع. طيب عندنا من السافلون زي ما قلنا عندنا منه التيتانيوم وعندنا منه الجرانيت. طب الطقم اللي قدامنا ده ايه؟ ده الطقم التيتانيوم. التيتانيوم ده يا جماعه بيكون معمول للطقم عشان يحافظ عليه من الخربشه ويحافظ عليه من الصدى عموما. طيب بيكون سهل جدا في التنظيف، ما بيحتاجش منك غير سبونشة والمسحوق اللي حضرتك بتستخدميه، وبيكون معاكي الميه الفتره اللي انت بتستعمليها. الميه الفتره دي يا جماعه بتساعد على ازاله الدهون مع المواد الكيماويه مع السبونشة، مفيش اي تاثير عليه تماما. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده السافلون من اعلى انواع الاطقم اللي بتستخدميها في بيتك عموما، سواء عروسه او ست بيت. ما يميز طقم السافلون ان الغطا بتاع الستيل بتاعه فيه فتحات تهويه. الفتحات التهويه ديت المميزات اللي فيها او الميزه في فتحه التهويه ديت ان هي بتمنع تجمع البخار على سطح الغطا، فيجمع ميه وينزلها على وش الحاجه اللي حضرتك بتعمليها. لا، هو فتحات التهويه دي بتلغي حته ان البخار يتجمع على السطح تمام. ضمان السافلون سواء جرانيت او تيتانيوم ضمانه 2 سنين. تمام. زي ما قلت لحضرتك برضو من مميزات الطقم بتاعنا ان هو ليه خدمه ما بعد البيع، حاجه ممتازه جدا وحاجه محترمه جدا. ماتيريال تركي يا جماعه، صناعه تركيه كامله، مش تقفيل في اي مكان تاني. بس تتاكد من العلامه المائيه بتاع الطقم زي ما حضرتك شايفه كده، العلامه المائيه اللي بتبقى موجوده دي او البادج اللي في ظهر الحله ده بيكون مطبوع مش مكتوب بالايد، ومش اي شركه تعرف تقلد الكرتونه دي. معروفه ان الكرتونه بتاع السافلون هي شكل واحد ما بتتقلدش، بتكون الشكل ده او الشكل ده. اللي 15 بتكون شكل الكرتونه بتاعته كده، واللي 12 بيكون شكل الكرتونه بتاعته كده. ده طقم التيتانيوم السافلون ده يا جماعه. زي ما قلنا لحضراتكم يدات الستيل والغطا بتاعه ستانلس 18/10، شغل برشام في المقابض مش مسمار، ودي بتكون ميزه حلوه جدا في الطقم بتاعك. زي ما قلنا من اعلى السمك الجرانيت في المنتج بتاعك. يعني بتشوف السمك بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه. السمك ده حاجه عاليه جدا، سواء بقى في حله صغيره او في جريل او مقلايه او ووك، بتلاقي القاعده الستانلس موجوده معاكي في كل قطعه في الطقم، ما عدا طبعا الدبل جريل هو قاعدته داخليه ما بتبانش ستانلس زي ده كده. ده بالنسبه للتيتانيوم. وفي بعض الشروط فيه برضه بتطبق على الجرانيت. هنشرح لحضرتك طقم الجرانيت، تابعينا على صفحتنا على اليوتيوب، هنسيب لك اللينك في اول تعليق. تابعينا على الصفحه بتاعتنا ونشرح لك طقم الجرانيت السافلون. تابعينا على الصفحه وشكرا.